يتلخبطوا مع بعض ولا يدخلوا في بعض. متواليه عدديه، ده الغرض ان في الامتحان ما بيقولكش دي عدديه ولا دي هندسيه. تمام؟ طيب متواليه عدديه عرفت منين؟ مثلا 6 9 12 15 18 ورحت ساكت وبقول لك كمل. لو حبيت تكمل مكاني هنا مش قلت 6 9 12 15 18؟ لاحظت حاجة؟ لاحظت ان كل مرة بزود 3، فاذا هنا كل مرة بزود رقم ثابت، يبقى دي متوالية عددية. كل مرة بزود كام؟ كل مرة بزود 3. كان ممكن كل مرة ازود 4 تبقى 6 10 14 18 22. دي برضو اسمها متوالية عددية، كل مرة بزود رقم ثابت. هنا الرقم اللي بزوده 4. طيب هنا الرقم اللي بزوده كان كام؟ كان 3. لو لاحظت كتبت د بتساوي 3، الأساس اللي بزوده كل مرة ب3. أول رقم في المتوالية اسمه ألف. ألف ده بكام؟ ألف ده ب6. كان ممكن المتوالية تبدأ ب9، يبقى أولها كام؟ أولها 9، يبقى الألف بتساوي كام؟ الألف بتساوي 9. في مشكلة؟ طيب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني يقول لي هنا ده الحد الكام؟ ده الحد الاولاني. هنا ده الحد الكام؟ ده الحد الثاني. هنا ده الحد الكام؟ ده الحد الثالث. هنا ده الحد الكام؟ ده الحد الرابع. اذا طلبت منك الحد الخامس وقلت لك عايز الحد الخامس اللي هنا يطلع بكام، ترد عليا وتقول مش انت كل مره بتزود 3 يبقى 18 حط عليها الثلاثه تبقى 21. لو عايز الحد السادس يبقى حط 3 على ال 21 تبقى كام؟ تبقى 24 وهكذا. طب اذا طلبت منك الحد ال40 هل هتفضل ماشي لحد ما توصل للحد ال40؟ اقول لك لا. طب هتعمل ايه؟ هقول لك الحد ال40 لو عايزه او الحنون اللي انت عايزه، لو عايز اي حد، لو عايز اي حد بعيد حد ال40 الحد ال50، مش هتفضل تزود لحد ما توصل لل40 او لل50. طب اعمل ايه؟ احط القانون ده ح نون. ح نون ده يجيب لك الحد اللي انت عايزه. ح اي حاجه، ح 30 ح 40 ح 50 بيساوي الالف اللي هو الاولها زائد النون نقص منها 1 اللي هو اي حاجه اللي انت عايزها نقص منها 1. ح 9 يبقى هنا 8. ح 20 يبقى هنا 19. ح 40 يبقى هنا 39. اضربها في الاساس بس كده. ده القانون. القانون ده بتاع ايه يا فندم؟ القانون ده يجيب لك الحد اللي انت عايزه. يبقى ح 40 بيساوي الألف اللي هي بكام؟ ب9 زائد النون اللي هي بكام؟ 40 نقص منها 1 يبقى 39 على طول. 39 دي بتاعت إيه؟ النون لما نقصت منها 1 في الأساس. الأساس بكام؟ ب3. يبقى 3 في 39 يديني 117. 117 زائد ال9 يبقوا 126. يبقى إذا المتوالية دي حدها ال40. علشان أوصل أزود كل مرة 3 لحد ما أوصل لل40 يطلع بكام؟ ب 126. تاني اوجد الحد ال50. يبقى لو عايز حد ال50 ألف زائد 49 في الدال. اوجد الحد ال70. يبقى الحد ال70 بيساوي ألف زائد 69 في الدال. والألف بكام؟ الألف ب9. الدال بكام؟ الدال ب3. على الآلة يقول لك الحد ال70 بكام؟ تاني عايز الحد ال50. لو عايز الحد ال50 فالحد ال50 بيساوي الألف اللي هي أولها كام؟ أولها 9 زائد 49 في الأساس. الأساس بكام؟ الأساس ب3. وتعملها على الآلة يقول لك الحد ال50 بكام. يبقى دي طريقة إيجاد أي حد في المتوالية. طيب صح. هو انت كده جبت الحد ال40 بكام؟ ب 126. لو بقول لك اوجد مجموع الحدود ال40، يعني انا عايز من اول حد الاول والثاني والثالث لحد ال40 يطلعوا بيساوي كام؟ يعني عايز مجموع ال40 حد. اذا طلبت منك مجموع الحدود مجموع النون، فعندك قانون يجيب لك المجموع اسمه نون على الاثنين في الألف زائد اللام. اللام ده اللي هو آخر حد في المتوالية اللي أنت عايز مجموعها. يعني إيه؟ يعني لو عايز مجموع ال40 يعني قصدك لازم يكون معاك الألف. ما هو الألف ب9 والحد ال40. تاني
لو عايز مجموع ال50 يبقى لازم يكون معاك الألف والحد ال50، ده معناها. يبقى تاني، يبقى أنت دلوقتي هل عايز مجموع الإيه؟ مجموع ال50 حد. طب أنت لو عايز مجموع ال50 حد، هل معاك النون؟ أيوه، ما هي النون ب50 على الاتنين. في الألف زائد اللام، هي الألف بكام؟ الألف ب9 زائد اللام بكام؟ اللام ب126. تعملها على الآلة، الرقم اللي هيطلع ده اسمه إيه؟ اسمه مجموع الحدود ال50. خلصت المشكلة. لو ما وصلتلكش مسألة أنت بتتابع فيديو، روح مرجعه وتشوفها تاني وتكتب ورايا. متوالية عددية، متوالية عددية 8 12 16 20 ورحت ساكت وسايبك وايه وكمل انت. المتواليه دي اولها الف بكام؟ ب8. المتواليه دي الدال بتاعتها بكام؟ ب4. اذا طلبت منك وبقول لك اوجد مجموع الحد التاسع والخامس عشر، دي معناها ايه؟ معناها بقول لك روح وهات الحد التاسع، معناها بقول لك روح وهات الحد الخامس عشر، الحد التاسع والحد ال15، وبعد ما تجيبهم اجمعهم على بعض. طب اجيب الحد التاسع ازاي؟ ألف زائد 8 في الدال يقول لك الحد التاسع بكام؟ ألف زائد 14 في الدال يقول لك الحد ال15 بكام؟ تجيب الحد ده وتجيب الحد ده وتجمع الاثنين على بعض. ألف ب8 زائد 8 في الدال ب4 يدوني 40. يبقى كده الحد التاسع ب40 زائد الحد ال15، يعني 8 زائد 14 في الدال اللي هي ب4. دولت 60 شيل منهم 4 يبقوا 56، يبقوا 64. 64 ده حدها ال15، يبقى كده 40 زائد 64 يطلع بكام؟ يطلع ب104. يبقى مجموع الحد التاسع والخامس عشر ب104. في مشكلة؟ تاني بيقول لي اوجد مجموع الحدود ال60. اوجد مجموع ال60 حد الأولى. ده عايز المجموع، فمجموع يعني مج النون، يعني مجموع الحدود يساوي. مش عايز مجموع ال60 يبقى لازم يكون معاك الحد الأول والحد ال60. طب ما هو أنا معايا الحد الأول ومش معايا الحد ال60، يبقى المفروض إن أروح أجيب الحد ال60 وأجي. الحد ال60 يعني الألف زائد 59 في الدال. طب ما أنا مش هعمل كده، مش هحل بالقانون بتاع نون على الاثنين في الالف زائد اللام، مش هحل بالقانون ده. طب هتحل بأنهي قانون؟ عندي قانون جديد بحل بيه من غير استخدام اللام. القانون بيقول نون على الاثنين في، افتح قوس كبير واكتب جواه 2 في. فاكر اول قانون حفظته لك؟ الف زائد النون نقص منها 1 واضرب في الاساس الدال. القانون ده تعوض بيه يجيب لك مجموع الحدود وانت مش معاك اللام. بالالف والدال اجيب لك مجموع الحدود. مجموع الحدود، مجموع ال60 50 اي رقم، مجموع ال50. مجموع ال50 بيساوي 50 على الاثنين في 2 في الالف ب8 زائد النون نقص منها 1، ادي النون اهي ونقص منها 1 يعني 49 في الدال بكام؟ ب4. شكرا على الآلة اللي هي آلة 50 على الاثنين، 2 في 8 ب16، 49 في 4 تطلع ب200. كلها على بعضها كده هتطلع بالناتج على الآلة على طول. خلاص؟ طيب كده أقدر ألخص لك اللي أنا قلته في كلمتين 2. لو قلت لك يا ابني عايز الحد، يا بنتي عايز الحد، يبقى الحاء نون بتساوي الالف زائد النون نقص منها 1 واضربها في الدال. لو قلت لك عايز المجموع، لو قلت لك عايز المجموع، يبقى مجموع النون بيساوي نون على الاثنين في الف زائد اللام. بس ده لو معاك اللامايه، اللام اللي هي الحد الاخير.
لو عايز مجموع الحدود ممكن تستخدمي القانون ده، والاتنين واحد ما بيفرقوش. نون على الاتنين في افتح قوس كبير 2 في الالف زائد النون نقص منها 1 واضربها في الدال. اخلي بالي وانا بكتب المعادله على الاله افتح القوس ما تنساش تقفله، تقفل القوس ما تكونش تكون فاتحه وتكون مظبط الدنيا على الاله الحاسبه. كده نقدر نقول خلصت المتواليه العدديه، وفي مساله كلاميه بتاعه الفرق والمجموع موجوده برضو على القناه في الفيديوهات تحت كده، دور عليها اتعب شويه. نيجي بقى للمتواليه الهندسيه. المتواليه الهندسيه عباره عن مثلا احنا قلنا مجموعه من الارقام في زياده ثابته، بس الزياده ثابته؟ لا، زياده مش ثابته. هي الرقم اللي بضرب فيه كل مره ثابت، انما الزياده مش ثابته. كل مره بضرب في رقم ثابت، كل مره مش بتزيد 3، لا ده كل مره بضرب في 3، كل مره بضرب في 4. يعني ايه؟ بص كده، عندك مثلا 4 هضرب كل مره في 2، 4 تبقى 8 تبقى 16 تبقى 32 تبقى 64 وهكذا. يبقى اذا دي اسمها متواليه هندسيه. ليه؟ كل مره بزود رقم مختلف. تبص اول مره زودت 4، بعد كده زودت 8، كده زودت 16. الزياده مختلفه، اذا اختلفت الزياده تبقى دي متواليه هندسيه. مش عارف، انا حاسس اني قلت في اول الفيديو دي زياده ثابته ودي زياده ثابته. عامه اديني بصلح الغلط اهو، انا مش عارف قلتها غلط ولا لا، هشوف الفيديو زيكم، بس حتى احنا فيها عادي. 4 بقت 8، تلاقي الزياده متغيره، اعرف على طول ان ديت متواليه هندسيه. طب متواليه هندسيه عايز اعرف اساسها كام، كل مره بيزود كام. لا ده مش بيزود، ده بيضرب في رقم ثابت. ايه هو الرقم الثابت اللي انا بضرب فيه؟ الرقم الثابت اللي بضرب فيه اسمه ر، علشان توصل للر اللي هو اساسها. ده من شويه كان دال في المتواليه العدديه اساسها د، المتواليه الهندسيه اساسها ر. اجيب الر ازاي؟ اي حد ناقص اللي قبله، ده في العدديه، هنا اي حد على اللي قبله. يعني قصدك تقول ان الر بتساوي 8 على 4 يساوي 2، يبقى كده ده معناه ايه؟ ان كل مره بضرب في 2. يبقى المتواليه دي اولها كام؟ اولها ا ب4. اساسها كام؟ اساسها ر ب2. في مشكله؟ طيب وبعدين اسئلتها اتفه ما يكون، لا اما يقول لك هات الحد الفلاني، لا اما يقول لك هات مجموع الحدود. لو قلت لك اوجد الحد التاسع او الحد التاسع، كفايه الحد التاسع، عايز الحاء 9، عندك قانون يجيب لك الحد اللي انت عايزه. يعني ايه؟ هو ده الحد الكام؟ الاول ده الحد الكام؟ الثاني ده الحد الكام؟ الثالث ده الحد الكام؟ الرابع ده الحد الكام؟ الخامس. اذا طلبت منك السادس السابع، لو طلبت منك السادس مش هتضرب في 2، لو طلبت منك اللي بعده مش هتضرب في 2. طب لو طلبت منك التاسع، ما انت مش هتمشي كل ده. لو طلبت منك ال20 مش هتمشي كل ده. تعمل ايه؟ عندك قانون يجيب لك الحاء نون، حاء اي حاجه انت عايزها، قول الالف اللي هو اولها في الاساس اس النون اللي انت عايزها نقص منها 1. فهمني. يعني الحاء 9 بتساوي ا في ر اس 8، يعني الحاء 10 بتساوي ا في ر اس 9، يعني الحد التاسع اللي هو حاء 9 بيساوي ا في ر اس 8، يعني الحاء 9 بتساوي ا بكام؟ ا ب4، في ر بكام؟ في ر ب2، اس كام؟ اس 8. يطلع الناتج يطلع بحوالي 68. وشوف يطلع بكام؟ يبقى هو ده الحد التاسع. في مشكله؟ يبقى احنا دلوقتي قلنا لو عايز تجيب الحاء نون الحد اللي انت عايزه، الالف في ر اس النون نقص منها 1. تمام؟ طب لو عايز المجموع، بيقول لك اوجد مجموع ال50 حد الاولى. 50 حد الاولى، ماشي، يعني اجيب ال50 حد واروح جاي مجمعهم. يبقى القانون بتاع مجموع الحدود بيقول، الف اللي هو اولها في شرط الكسر ر نقص منها 1 على الر نقص منها 1، بس الر اللي فوق اس النون يديك مجموع الحدود. تاني، لو عايز مجموع النون بيساوي الالف في الواحد ناقص الر على الر ناقص الواحد على الر ناقص الواحد، بس الر اللي فوق اس النون. تعال نجرب، تعال نجيب مجموع ال20 حد.
يبقى الألف أولها بكام؟ ب4 في الره بكام؟ ب2 ناقص الواحد على 2 ناقص الواحد، بس الره اللي فوق أس النون، النون بكام؟ النون ب20. تعملها على الآلة يديك الناتج. في أي مشكلة؟ يبقى دي تاني متوالية هندسية. 6 ادي هنقول مثلا 8 في 4 ب32 ب4 ب128 وهكذا، ورحت جاي ساكت. بقول لك المتوالية دي أولها 8 وأساسها الدال ب4. اوجد حدها لاوجد مجموعة. لو عايز حانون بتقول الألف في الر أس النون نقص منها 1. لو عايز مجموع الحدود هتقول النون على الاتنين في، لا، لو عايز مجموع الحدود هتقول الألف في ر نقص منها 1 على الر نقص منها 1، بس الر اللي فوق أس النون. دول قانونين يجيبوا لك المجاميع اللي أنت عايزها أو الحد اللي أنت عايزه. إمتى تستخدم القانون ده؟ لو بقول لك اوجد الحد. إمتى تستخدم القانون ده؟ لو بقول لك اوجد المجموع.